الأهلي ينهي استعداداته بفوز بخماسية على البنزرت التونسي، وده يبقى آخر مباراة والعودة للقاهرة. الأهلي هياخد يومين أجازة إن شاء الله، وهيتمرن تمرينة وهيلعب كمان ودية أو وديتين بعد ما يجي مصر إن شاء الله. فترة إعداد مميزة جدا، فترة إعداد الراجل يشوف اللاعيبة بتاعته المتاحة للخطة بتاعته الجديدة. أنا شايف ملامح الخطة بتاعته خلاص، شايف إن الراجل بيعتمد على ايه باص، وشفت ملامح اللعيبه ذات نفسها. فكر الراجل بالضغط العالي بيبي، يا رب بس ده يتنفذ على ارض الواقع. واكيد الماتشات الوديه مش بتبين 50% حتى او 60% من المباريات الرسميه، طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية. فالحمد لله يعني انتهينا من معسكر تونس بدون اصابات وبدون اي مشاكل. فزنا اول ماتش طبعا 4، والماتش التاني مع البنزرت 5-0. وبغض النظر بقى عن المباريات، المعسكر يا جدعان انا شايف فيه ايجابيه كبيره جدا. مدينه تربوكا دي يعني جمال جمال وحلاوه. اسطنبول، قاعد في اسطنبول كده، جبال وشجر وحاجه طبيعيه روعه. فيعني بامانه الله معسكر مفيد 100% للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى استعداداته كويسه جدا ويظهر في المباراه الرسميه باذن الله. وبدايتنا الدوري 8/8 يعني خلاص، يعني فاضل اسبوع او اسبوع وحاجه. فيعني ان شاء الله يبقى انطلاقه مثاليه للنادي الاهلي لبدايه حصد بطولات عديده في الموسم القادم باذن الله.